الله وبركاته. أسأل ربي في عليائه أن يرحم موتانا أجمعين، وأن يرحم الأم الغالية والوالدة المربية الفاضلة رحمة الله عليها حرم المرحوم الحج السيد محمد عبد الرحيم، عليها من الله فيضات الرحمات والمغفرة. شركة منا للأسرة الكريمة والعائلة الكريمة، الحج محمد السيد عبد الرحيم، الحج رضا السيد عبد الرحيم، الحج أشرف السيد عبد الرحيم، المرحوم الحج كامل عبد المجيد، المرحوم الحج يونس عبد المجيد، المرحوم الحج فرج عبد المجيد، مرحوم الحج صلاح عبد المجيد، مرحوم الحج خضر عبد المجيد. شركة منا للحج فوزي عبد الباري، المرحوم صبر السيد عبد الرحيم. شركة منا للأستاذ بدران عبد الحليم. أشكر باسمكم علم الواجب في كل مكان وحبيب أهل القرآن وصاحب الدعوة الكريمة الأستاذ رمضان أنور. جميع عموم العائلة الكريمة يتقدمون جميعا بخالص الشكر والتقدير لكل من جاء ليؤدي واجب العزاء. استأذن حضراتكم لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الجناب المعظم والنور المعمم، وإلى آل البيت الكرام، وإلى أولياء الله الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها، على نية القبول وسعادة واستعطاف قلب سيدنا الرسول وبسر ثواب الفاتحة. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. أنت العليم بما في القلب من وجع، وأنت الرحيم بضعف لست أقواه. أنت الكريم فما في الكون من أحد يهفو الفؤاد لنيل من عطاياه. أنت السميع لما أشكوه من كرب، وأنت المجيب إذا ما قلت رباه. يا مولانا يا مجيب، من يرجوك لا يخيب. توسلنا بالحبيب، اقض حاجتنا قريب. هذا وقت الحاجات، يا حاضرا لا يغيب. يا عالم السر منا، لا تكشف الستر عنا. وعافنا واعف عنا، وكن معنا حيث كنا. يا عالما بكل علوم، يا سامعا دعاء المظلوم، لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروم. يا مطلع علينا فوضنا الأمر إليك، ومن بغى علينا لا شكوى إلا إليك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. إلهي يا عليما بخلقه، يا لطيفا بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا عليم يا خبير فيما جرت به المقادير. واتنا إخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة، مع ذلكم العلم القرآني ونبت بيت القرآن والمتربى على مائدة القرآن، والسليل بيت عش في جدرانه القرآن. محكمة تجويدية من وقف وابتداء ومخارج وأحكام وتجويد. فضيلة القارئ الشيخ علي محمد سليم أدعوه الآن إلى منصة التلاوة
التلاوة ليتلو علينا من روائع المصحف المجود بلسان عربي مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا
ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا قل نحمل فيها وقال
بسم الله بسم الله بسم الله
وهي تجري بهم في موج وهي تجري بهم في موج كالجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ونادى قال سآوي إلى جبل قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم لا عاصم اليوم من أمر الله إلا وهي
تجري بهم في موج كالجبال قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا وحال بينهما الموت فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وقيل
وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين ونادى نوح فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين ونادى فقال رب إن ابني أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك
أعلمك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك قيل يا نوح اهبط بسلام قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى يمسهم منا عذاب أليم تلك
تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا فاصبر إن العاقبة للمتقين تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها فاصبر إن العاقبة للمتقين صدق الله وهكذا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام عشنا واستمتعنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة تلاها علينا ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ علي محمد سليم قارئ والمقيم بالبشنيني مركز ومدينة السنبلاوية. اشكر باسمكم الهندسة الصوتية الكبرى العالمية وعمالقة الصوتيات على مستوى الجمهورية حق محمد سلام مهندس حماد سلام هندسة الهواء والتصوير العالمية الذي يرفع لنا هذه الليلة عبر الشبكة العنكبوتية قناة اليوتيوب العالمية المهندس محمد ابو الفتوح من داخل كبرى مؤسسات الفراشة العالمية لؤلؤة السرادقات والمعارض الفنية المعلم محمود عادل لؤلؤة الإنارة العالمية وأدخل محطات الديزل المهندس محمود ابو سريع سر الضيافة المعروفة بالرقية والنظافة وعميد مكيات مصر المتر حامد حسن برقية عزاء من عالم الواجب في كل مكان وحبيب اهل القرآن الحاج هيثم سالم شعيب قام التأبين والتكريم للأمة الغالية رحمة الله عليها عرب المرحوم الحاج السيد محمد عبد الرحيم شاركين الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة الحاج محمد السيد عبد الرحيم رضا السيد عبد الرحيم حاج أشرف السيد عبد الرحيم المرحوم الحاج كامل عبد المجيد مرحوم الحاج يونس عبد المجيد مرحوم الحاج فرج عبد المجيد مرحوم الحاج صلاح عبد المجيد
مرحوم الحاج خضر عبد المجيد، حاج فوزي عبد الباري، مرحوم صبري السيد عبد الرحيم، شيخ بدران عبد الحليم، شركة منا لعلم الواجب في كل مكان، حبيب اهل القرآن صاحب الدعوة الكريمة الاستاذ رمضان انور، جميع عموم العائلة الكريمة يتقدمون جميعا بخالص الشكر والتقدير لكل من جاء ليؤدي واجب العزاء يا السادة، شكر الله سعيكم جميعا. بسم الله. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم.